وكان تحكي لي هذه طفيله صغيره، قالت لي جارتنا ساحره وكذا، ثان غارت منها وكان هذه نجحت في الدراسه ونجحت في الرياضه، وهذه جارتها بنتها في نفس العمر وتقرا معها ما نجحتش، حبت تنتقم معها باخبث طريقه في الانتقام. والله حبيت نحكي لكم واحد القصه تاع بنت من شلف عالجت عندي، كانت تخرج الحجر من عينيها، وراه عندي ذاك الحجر لحد الان ما زلت محتفظ به. وحبيت نسال سؤال لبعض الرقاة، اسكو الحجر هذاك اللي كان تخرجوا من عينيها، اذا هذا حجرنا في عالمنا او حجر من العالم الاخر. وانا الحجر هذا ما زلت محتفظ به الى يومنا هذا، والله فيه رائحه في حياتي ما شميتش رائحه ذلك الحجر، حتى الشكل نتاعو توحد ربي. وهذه طفيله مشلف بطلة الجزائر في العد، ولا مش عارف مصبور كان دير فيه ولا جيدو والله اعلم. وانا عندي موثق الحاله هذه اللي عالجت عندي، صوت وصوره حتى الاب تاعها يهدر، يعني وضر بها جميع الرقاة لا نتيجه، حتى داروا اساليب خاطئه قاعدين وما لقاو حتى نتيجه من اول جلسه بفضل الله وحده. والله وبالله وتالله انه الحجر حبس ما ولاش يخرج من عينيها، كان يخرج من عينيها ومن نيفها ومن وذنها. وهذه الطفله من داروها في التلفزيون في القنوات وكذا، يعني ولات كارثه من العين والحسد، وزادوا تبعوها بامور كارثيه. وكان تحكي لي هذه طفيله صغيره، قالت لي جارتنا ساحره وكذا، ثان غارت منها وكان هذه نجحت في الدراسه ونجحت في الرياضه، وهذه جارتها بنتها في نفس العمر وتقرا معها ما نجحتش، حبت تنتقم معها باخبث طريقه في الانتقام، وهل هي السحر وما ذلك. والله غير من اول جلسه احبس الحجر ما ولاش يخرج لا من عينها ولا من نيفها ولا من وذنها، والفضل لله وحده. وراني قلت لكم خوتيني محتفظ بهذا الحجر، والله فيه رائحه طيبه لم اشم رائحه مثلها قط، والله العظيم يعني ما شاء الله. وهذه الطفيله مشلف نورمال، ربما راهي تشوف فيا دركايا، والاب تاعها نورمال مثار يشوف فيا، ودعيت لها بالشفاء وربي يشفاها ونعمه وفضل من الله. نورمال دوكا تكون حاجه كبيره باذن الله، وربي يوفق الجميع. وإحنا هنايا لمحاربة السحرة الفجرة بإذن المولى عز وجل وبالله وتالله، وإحنا سيبنا نفوسنا للعمل الشريف هذا ولله الحمد والمنة، مع تحيات شيخ الراقي والمعالج والباحث أبو تقي الله.